يعني ايه مريم؟ هو عالم مليان بالفنون القتالية، تقريبا كل شخص فيه بيتعلم فنون القتال من هو صغير. عالم المريم بيكون في الماضي، ما بيكونش في عالم حديث زينا. دايما او غالبا عالم المريم بيكون مقسوم لفصيلين، فصيل الارثوذكسي والفصيل الشيطاني، وفي فصيل تالت كده بيلزق معاهم في النص، هو الفصيل الغير ارثوذكسي اللي هو لا ده ولا ده. الفصيل الارثوذكسي هو فصيل الصالح او فصيل الخير، العيال والواحد منهم كده يطلع يا باشا يتدرب لك شويه ويحاول يساعد الضعفاء والمساكين، ويكون اغلبهم اعمال صالحه وبيتميزوا بالتقوى والحاجات دي، وبتكون اهدافهم نبيله. على عكس بقى الفصيل الشيطاني اللي هدفه انه يعلم الناس القوة والحصول على قوة مهما كان الهدف، اللي يعني هو اهم حاجة عندهم ان هم يوصلوا للقوة مهما كانت الطريقة اللي هيوصلوا بيها للقوة دي. ومفيش حاجة عندهم اسمها رهاين، اهم حاجة ان انت تقتل الخصم بتاعك. وطبعا بيكون بينهم مناوشات كتير. عالم المريم عادة بيكون فيه مجموعة من العائلات او الاسر، من اهمها يعني بص في مجموعات كتير، بس انا هكلمك عن عائلة تانج مثلا اللي هي عائلة السموم. العيلة دي ممكن تكون مهاراتها القتالية مش أحسن حاجة، لكن لما تدي واحد منهم يا باشا شوية كيمياء شوية مواد كيميائية هيعمل لك سم أخطر من الخطارة. وفي نفس الوقت طائفة أو يعني تعتبر عائلة اسمها عائلة المتسولين، هم برضو يعتبر من أضعف الناس في عالم المريم. لكن لو عايز معلومات هم من أكتر الناس هيوفروا لك المعلومات دي. لو انت بقى عجبك شويه الكلام ده وجذب انتباهك عالم المريم، ده اكتر حاجه ممكن اكلمك عليها، لان طريقه الحصول على القوه في عالم المريم طريقه منظمه بخطوط الطول ودرجات القوه وتقسيم القوه داخل العالم مختلفه ومتنوعه وكبيره جدا. لو انت بقى مهتم ما تنساش تعمل لايك، تعمل لايك. يلا سلام.